أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلاة دائمة أبدية إلى يوم أن نلقاه. هذا الفيديو الذي بين أيديكم هو حقيقة، وهذه الحقيقة تبين حقيقة يغفل عنها كثير من الناس. هذه الحقيقة شكى منها العلماء وبكى منها الحكماء، الحقيقة التي فرقت الجماعات وهدمت اللذات، الحقيقة التي لا يعرف الإنسان عنها شيئا، حقيقة تشمئز منها النفوس وتضيق منها الصدور. هذه الحقيقة هي حقيقة الموت. يقول ربنا جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الفيديو في قبيل صلاة العشاء بربع ساعة. الحاج محمد مجاط يدخل المسجد كما أنتم تشاهدون في الفيديو، وهو مبتسم بتلك الضحكة وبذلك الوجه البشوش. بعد دقيقتين يخرج منه على أكتاف الرجال، وقد فاضت روحه إلى بارئها، وقد انتقل من سعة الدنيا وضيائها إلى ظلمة القبر وضيقه. هذه هي الحقيقة التي قال عنها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. هذا الرجل الطيب الذي كان له فضل كبير، هذا الرجل الذي نشهد له بالخير، نشهد له بالصلاح، يحضر إلى المجالس التي يذكر فيها اسم الله ويصلى فيها على رسول الله، هذا الرجل الذي يده ممدودة لكل الأعمال الخيرية، لكل المبادرات، هذا الرجل المعروف بإطعام الطعام، المعروف بإفشاء السلام، الرجل الذي قال فيه ربنا جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فترك أثرا طيبا في حال حياته، وها هو يترك لنا أثرا جميلا في المسجد في صلاة النافلة ختم الله جل وعلا له بهاته الموت، وهو ساجد في صلاة تحية المسجد، وغايته ونيته في ذلك أن يجلس ويستمع للدرس في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه برحمته الواسعة. اللهم إنا أمسينا راضين عن الحاج محمد مجاط، اللهم ارضى عنه يا رب.